الخير عليكم. النهارده هعمل سمك مشوي بس مفتوح زي ما انتم شايفينه كده اهو. فاتحه برضو من هنا، يعني انا هو السمكه اهي، بدل ما بفتح من عند البطن بفتحها من عند الظهر كده واخليها منظر القلب كده زي ما انتم شايفينها كده. انا بحب السمك كله افتحه كده. حتى هو مدينا واحده طبة ميزان مكرونه برضو فتحتها بنفس الشكل برضو للنونه الصغيره. يلا هنبدا مع بعض نعمل الخلطه بتاعتنا. عبارة عن طماطم، شبت وكزبرة وبقدونس، جزر، فلفل حامي، وهنبدأ نحط التوابل بتاعتنا عليه. نحط كزبرة ناشفة ضرورية جدا خصوصا مع السمك. بتخلي صغيرين كده. حبة زيت. نبدأ نقلب الخلطة دي مع بعضيها كده. دي هتخلي السمك المشوي خطير 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 وريحته تودي عند الجيران، وبعدين يجي يقولوا لنا تعالى هنتغدى معاك النهارده. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. هنقطع كل السمكاية ورقة فويل على قدها كده. ركزوا معايا كويس. نروح رشين عليها شوية ردة. نحط فيها شوية ايه؟ ردة. حطينا السمكة كده فوق الردة على ورق الفويل زي ما انتم شايفينها، وبدأنا نحشيها الخلطة بتاعتنا اهي. بعدين هنبدأ نقفل عليها كالعادة زي ما بنعمل كل مرة كده. طبعا هنخرج بره على المزرعة عشان هنشويها على الايه الشواية بتاعتي. هنعمل كل السمك بالطريقة دي ونرجع لكم تاني تشوفوه بقى كله على بعضه. لازم نوصله على اللحم كده برضه عشان ايه؟ بالشكل الحلو بتاعنا ويدي طعم حلو والسمكة تمتص التتبيلة. تمام. خليكم معايا بقى.